الثلاجه يا جدعان محدش بيعمل كده في حد يا جدعان في صايم. يا ستي انا عايز امشي بعد اذنك عشان الحق اروح. طب مش فاهم انت جعان صح؟ طب استنى طيب بص خد هقولك. دي غريبه بقى يعني. هو الواحد اصلا يعني صايم بالراحه. المقابله من الاول يا ندى مش حلو. معرفش في ايه. ليه مش حلو؟ يعني انا هفطر بانيه ازاي وانتوا بتفطروا سمك يا جدعان؟ هفطر ايه؟ انتوا مفطرين ايه؟ هتفطروني ايه اصلا؟ في حد يفطر حد بانيه؟ يا حسين حبيبي يا حسين. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب رمضان يبقى شهر خير كده على كل الناس، وكلنا نطلع بيه مستفيدين بالاعمال الصالحه والحسنات. عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا قلنا نطلع كده في رمضان، ده اول فيديو نصور كده، فيديو لطيف وخفيف يسليكوا شويه في رمضان. طبعا لا غنى عن ذكر ربنا يعني وقراءه القران، ربنا يتقبل مننا جميعا. بس انا قلت كده ايه، استفز مصطفى استفزاز بسيط، اشوفه هيطلع عن شعوره ويفطر ولا هيلتزم ويفضل محافظ على الصيام. النهارده المفروض ان انا كلمته وقلت له ان هو معزوم عندنا على الفطار، واتفقت مع ماما كده ان احنا نعمل فيه مقلب صغير. يعني مصطفى في حاجات بيحبها وفي حاجات ما بيحبهاش خالص في الاكل. طبعا كلكم عارفين واحنا صايمين ما ينفعش ان احنا نروح عند حد او نبقى معزومين على فطار واحنا مش بنحبه. يعني بجد هيبقى موقف وحش قوي ان احنا نبقى جعانين طول اليوم وطول اليوم من غير اكل، وبعدين في الاخر نيجي نلاقي اكل مش بنحبه، فيبقى موقف مش لطيف. فالمهم يعني انا عامله له كل الاكل اللي هو بيحبه وكل حاجه، بس احنا هنقول كده ايه، ان ماما ما تعرفش ان هو جاي، وان هي مش عامله حسابه في الاكل، او ان هي عامله اكل مش بيحبه. احاول كده ايه اهزر معاه شويه، بس هزار خفيف، مش هكتر والله في الهزار عشان خاطر ايه احنا في رمضان، يعني مش عايزه استفزه. بس يعني خلينا نشوف كده هعمل فيه ايه النهارده. هو المفروض جاي على الفطار، خليكم معايا ونشوف تفاصيل المقلب، وقولوا لنا عاملين ايه على الفطار النهارده. خليكم معايا. اهلا. السلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله رمضان بيغيرنا. شفت القبطان؟ حلو. قبطان رمضان. قبطان ايه؟ احنا قاعدين على المركب. ايوه يا ابني عشان في رمضان. والله لولا الماما كان الواحد يجيب القبطان. والله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ كله زي الفل. صليت؟ طبعا دي اهم حاجه. قرأت الورد؟ اجل يا سيدي. أيوة الحمد لله. ربنا يعيننا يا رب ان شاء الله. ربنا يقويك والله، ربنا يقويك. استنى اقول لماما. ماما. ايوه مصطفى جه. مصطفى مين؟ مصطفى جه، تعالي سلمي عليه. مصطفى مين اللي جه؟ بقول لك مصطفى جه، تعالي سلمي عليه. مصطفى مين اللي جه؟ وعندنا كام مصطفى يا ماما؟ ايه مصطفى خطيبك؟ ايوه. انت مش قايله ان هو جاي ليه؟ لا انا ايه ماشي. تعالي سلمي عليه. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. عامله ايه؟ الحمد لله. الله يخليكي. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ طيب وايه الاخبار؟ انت ما قلتيش ليه ان هو جاي يا بنتي؟ لا يا ستي انا قلت لك، انت نسيتي ولا ايه؟ مش قلت لك امبارح؟ انا نسيت تصدقي؟ طب معلش خشي بقى كملي الاكل. عايزاني اساعدك في حاجه؟ خير ان شاء الله. خير. هتفطر معانا انت صح؟ ايوه ما هو جاي عشان يفطر معانا. والله لو جاي، لو في سحور مفيش مشكله. لا هتفطر معانا ان شاء الله. ان شاء الله. في حاجه ولا ايه؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا. ايه ولا حاجه، اصل انا عامله اكل اللي هو مش بيحبه. مش عارفه انا، كنت فكريني طبعا. ماشي هنطلع اي حاجه من الثلاجه. نطلع اي حاجه. مفيش وقت. هجيلك انا دلوقتي ساعه. يعني انت هتفطر؟ ايوه يا ستي، ما قلت لك جاي يفطر معايا. لو المصحف انا صايم. ماشي يا حبيبي، ماشي. ربنا يسهل. انا عامله عصاير ياما عامه. ماشي يلا، ربنا يسهل، ربنا يعيننا. ماشي خلاص كملي انت طبيخ. يلا ماشي. طبيخ ايه؟ انا عامله كل الحاجات اللي ما بحبهاش. ماشي يلا ربنا يعديها على خير. نورت يا حبيبي، نورت يا بابا. الله يعزك يا طنط. الله يعزك. نورت يا بابا، نورت. وفي خلاص يا ماما. ماشي. شايفي ايه؟ حاسس بحاجه غريبه كده. ليه بس؟ ما اعرفش. لا هي ماما بس عشان كانت عامله تقريبا اكل انت مش بتحبه، فهتعمل حاجه تانية يعني. سوا انت مش قايله ان انا جاي ولا ايه؟ قايله. طب امال ايه؟ لا هي نست بس. ولا هي بتهزر؟ لا مش بتهزر، هي بس تلاقيها نست، لان انا كنت بقول لها امبارح بالليل وهي كانت بتتكلم مع محمد في الاوضه، فممكن تكون ما خدتش بالها يعني. طب انتوا عاملين ايه بقى ان شاء الله؟ ما تقلقش، هعمل لك اي حاجه انت بتحبها. مش عارف والله. انتوا بتهزروا يعني ولا يا مش بنهزر، ما قلت لك هي هتطلع حاجه من جوه تعملها خلاص. هي كانت ناسيه بس. في ايه مصطفى مش بتنسى؟ يعني في اول يوم رمضان عازميني عشان تقولي مش اول يوم رمضان. مش حلو. لا ما احنا اولا ده مش اول يوم رمضان، احنا اول يوم رمضان بنعمل الاكل اللي احنا بنحبه. خلاص احنا خلاص انت فاهم مالك.
متضايق ليه؟ مش حته متضايق، بس طريقه مامتك كانت غريبه شويه. انت مش حاسه ان هي غريبه؟ يا ابني بتهزر يا ابني، عادي، ايه المشكله يعني؟ هي هتعمل لك اكل دلوقتي لسه بدري على الفطار، لسه ساعه اهي. لسه بدري على الفطار ساعه؟ ايوه. الوقت بتاع العصر ده بيبقى بعد العصر بيبقى بطيء شويه، وبعدين شويه هتلاقي بابا جاي وبتاع. الوقت هيعدي. انا الصراحه مستغربه اول مره اشوفها كده بصراحه. مالها بس؟ هي عملت لك ايه؟ معرفش، بس يعني اللي هو انت هتفطر وجاي تقعد معانا اول مره تتكلم كده يعني غريبه يعني. يا ابني مش ايه؟ بعدتها يعني. هي بس عشان نست، هي نست ان انا قلت لها امبارح انت جاي بس. ولو في مشكله امشي. في مصطفى مالك تمشي ليه؟ مش بهزر والله، لو في مشكله امشي. يعني ايه تمشي؟ انت مش جاي تفطر معانا؟ ما عادي، ما لو هسبب لكم مشكله ممكن اخد بعضي وامشي يعني. المشكله في ايه ان شاء الله؟ يعني مش عاملين حسابكم او كده ممكن امشي. لا ازاي ما تقولش كده؟ انا قلت لك هي هتطلع اي حاجه من الفريزر يعني تعمليها بانيه مثلا بتاع حاجه انت بتحبها دي. طب اعرفي، طب روحي اعرفي بقى اعمل اكل ايه. ماما هتعملي اكل ايه لمصطفى؟ بص احنا كنا عاملين ان احنا سمك. ايوه ماما مش بيحب السمك انا عارفه. بصي في حتتين بانيه بتوع كنت متبلين في الفريزر، كنت هديهم لاخوكي محمد، وفي حته رقاق بايته من اول يوم رمضان. ماشي. طلعيهم حطيهم في الميكروفيف وحملوا له بطاطسايه وحبه سلطه لما طيب ماشي. هو الاكل هيكفيه يعني، هيكفيه ما تقلقيش. خلاص هتاكل بانيه سمكه. بانيه ورقاق، مش انت بتحب الرقاق؟ هسخنهم لك في الميكروويف. انا مش عارف انا الصراحه بانيه ايه ورقاق ايه يعني، مش عارف والله. انت عايز ايه طيب؟ يعني مش عارف والله، بس يعني انت ما بتاكلش السمك. انا اتزاولت بصراحه. ماما عامله سمك، طيب تاكل سمك؟ تجربوا تدوق معانا؟ سمك ايه يا جدعان اللي في الصيام ده؟ احنا بناكل سمك. هو في حد بيفطر سمك؟ ايوه ايه المشكله يعني؟ هو السمك ايه طول الشهر محدش بياكل سمك يعني ولا ايه؟ ما عادي، ما الناس بتاكل سمك. دي عامله سمك. انا الصراحه لو انا كنت اعرف ان اول رمضان هيبقى بالشكل ده واول عزومه تبقى كده انا ما كنتش جيت والله. هو انت طب انت عايز تاكل ايه؟ اكل ايه يا ستي؟ ما هو فيش حد بيعمل اللي انت بتعمليه ده. ما هي قالت لك انا مش عايز اعلي صوتي عشان صوتي ما وصلهاش في المطبخ. هي قالت لك في بانيه وفي رقاق وسلطه وبطاطس محمره. ما هو مفيش حد بيفطر كده اللي انت بتتكلمي يعني. انا هفطر بانيه ازاي وانتوا بتفطروا سمك يا جدعان؟ وفي بتاع ده عصير. طب ما انت عارفه ان انا ما باكلش السمك وهتفطريني بانيه على رمضان؟ طب ما انت عايز تفطر ايه؟ طب ما فراخ، ما بانيه ده فراخ. طب قولي انت عايز تفطر ايه؟ طب انا اخليها تعملوه لسه شويه على المغرب. قولي طيب عايز تفطر ايه؟ خلاص بصي يعني خشي بالمنطق بقى ان هو مثلا جاله تليفون وانا هقوم امشي. ليه تقوم تمشي؟ كده هروح افطر عندنا. يعني انت جاي عشان تفطر معايا في هتفطري؟ افطر ايه؟ انتوا مفطريني، هتفطروني ايه اصلا؟ في حد يفطر حد بانيه؟ انت في حد ضيف جاي لك؟ انت في حد ضيف جاي لك هتفطريه بانيه؟ ايوه عادي، ما الناس كلها بتاكل بانيه. ازاي يعني؟ ازاي يعني واحنا لسه في اول رمضان واول عزومه حتى عندك؟ اول عزومه عندك تفطريني كده؟ ايوه ما انت عايز تفطر ايه؟ قولي لها بس ان هو ايه جاله تليفون. هو ايه اللي جاي التليفون؟ انا هروح لا انت هروح افطر احنا عندنا. عاملين حسابنا هتفطر معايا النهارده. معلش انتوا ممكن بقى تفطروا البانيه وانا هروح افطر عندنا. لا احنا هنفطر سمك. بس احنا عاملين مكرونه بشاميل وعاملين فراخ وعاملين. طب انت عايز مكرونه بشاميل؟ طب استنى هعمل لك مكرونه بشاميل. طب انت رايح فين؟ يلا بس شوفي لي بس السكه عشان عايز امشي. ايه شوفي لي السكه؟ وايه شوفي لي السكه؟ انا هروح. انا عايز اكل بشاميل يعني. انا عايز اكل بشاميل. انت جايباني عشان اكل بانيه. هو ايه عايز اكل بشاميل؟ مش فاهم. انت جعان صح؟ طب استنى طيب بص خد هقول لك. مش هقعدي بقى بانيه. طب بص هعمل لك بانيه وبشاميل. طب تعالى بس هقول لك، بس تعالى بس. طب عايزه ايه؟ هعمل لك انا إيه؟ بشاميل. عايزه خش ايه؟ بس عشان هو ايه اللي هتعملي بشاميل؟ استهدى بالله بس اهو. استهدى بالله. طب استهدى بالله بس اهو. اقعد بس هقول يا لك ستي انا عايز امشي بعد اذنك عشان الحق اروح. طب عشان الحق اروح. طب اقعد بس عشان مش عايزه هي هتقول لي ايه اللي مشيت. قولي لها يا ستي ابويا كلمني. هتسمعنا والله. طب انا بقول لك اهو. هقول لك على حاجه. قولي لها ابويا كلمني عشان خاطري يا ستي. ايه اللي عشان خاطري؟ قولي لها. طب اقعد بس هقول لك على حاجه. مش هقعد انا مش هقعد. انا اتنرفزت عشان مفيش حد بيستقبل حد كده بصراحه. طب معلش طب عشان خاطري اقعد. ايه عشان خاطري؟ هقول لك على حاجه. انا عايز امشي. طب انا هقول لك على حاجه ممكن تقعد تسمعني؟ ممكن عشان خاطر الواحد صايم وعطشان بقى ما تنشفش. ما انتوا يعني دي غريبه بقى يعني. هو الواحد اصلا يعني صايم. بالراحه. انا مش عايز اقول كلام وحش والله. بالراحه. استنى بالله. انت ايه هي بتتكلم معاك عادي. انت كلامك معايا. المقابله من الاول يا ندى مش حلوه. ما اعرفش في ايه. ليه مش حلوه؟ واول مره تتعامل معايا كده. هي على طول ما على طول بتتكلم معايا كويس. ايه بقى اللي حصل بقى النهارده؟ طب ما انت عارف ولا هو عشان احنا صايمين والخلق ضيق؟ هي بس خلقها ضيق شويه. هي واقفه من الصبح في المطبخ برضه يعني معذوره. بتنزل السوق وترجع من السوق تقف تطبخ. طب انت قلت لي عايز اقول لك حاجه.
يبقى الحاجه عشان امشي. برضه انت هتمشي؟ ما انا مش هقعد اكل انا مكرونه وبانيه، انا صايم طول اليوم وفي الاخر افطر على مكرونه وبانيه. انت معصبك مكرونه وبانيه؟ انا مش متخيل ان في حد ياكل مكرونه وبانيه. هقول لك على خبر احنا مش عاملين مكرونه وبانيه ومش عاملين سمك، احنا عاملين محشي وبط وملوخيه شويه سلطات كده. يمشي معاك ولا ايه؟ بهزر معاك يا ديشا، ما بتهزرش. بس هو طيب ده مقلب رامز بس على خفيف كده، بنهزر معاك والله. انا متفقه معايا ماما تعالي يا ماما. استني يا بنتي الاكل في ايدك. خلاص انا قلت له ان هو مقلب. ايه يا حبيبي ايه يا بابا في ايه مالك؟ كنت هطلع لك حته رقعه من اول رمضان، عايز اكتر من كده ايه؟ انت عارف ان ماما بالله عليك هتيجي انت تفطر عندنا؟ ما انا مش تبقى عامله لك اكل حلو؟ المشكله ان انا كنت بقى عندي عصير ياما عشان كنت يا عامله لك جدعان بطه انا الواحد صايم مش مفوق ومش مركز. لا فوق ليه؟ ما هو الواحد صايم بقى، الواحد بقى انتوا تقولوا له مكرونه وبانيه، مكرونه وبانيه يا جدعان انا هفطرها. لا ما كانش فيه مكرونه، ده هو كان. انت بتصوري ايه اصلا؟ بصور. فين الكاميرا؟ مش مخبيها، مش هتعرفي. ده كمان ما كانش فيه مكرونه، ده كانت حته جراحه في الثلاجه. يا جدعان ما حدش بيعمل كده في حد يا جدعان، في صايم يا جدعان. لا خلاص انت كده طمنت ايه بس؟ خلاص انت كده الكرش ارتاح. ما الصراحه الواحد انا جاي جعان مش قادر، انا صايم وانا جاي اكل. يا جماعه تفس قوي ما انا جاي اكل يا جدعان، الواحد صايم يعني. طب مش كده يعني، حتى لو لقيتنا عاملين اكل مش حلو داري الموضوع، مش اللي هو يعني انا عايزه اكل مكرونه بشاميل. المشكله ماشي، انا المشكله مش في الاكل، المشكله في المقابله اللي هو مين مصطفى وانت جاي تفطر معانا وانت انا خدت المقابله دي اللي هو انا خدت الصدمه بجد. ابو الليف. ماشي ابو الليف. عاملين لك كل الاكل اللي انت بتحبه والله، عاملين لك محاشي بص وبط وخربين دي. مرحبين بيك يعني اي حاجه. لا المشكله انا عامل لك عصاير ياما عشان تملى بطنك وما تاكلش. ايوه انا استغربت لقيتك انت بتقولي عصاير وعصاير كتير. ايه يا جدعان وانا راجل مائي هشرب ميه وعصاير ولا ايه؟ لا عشان تشبع عصاير. مش عايزه اقول لك مكان الكاميرا فين عشان ما تاخدش بالك بعد كده. حبيت اعمل فيهم مقلب بس لازم نقول للناس باي يعني، كل سنه وهم طيبين. ده اول فيديو نطلع بيه في رمضان. انا مش هي فين بس انت حاطاها، انت على طول بتحطيها هنا وهنا. لا غيرت المكان. انا المشكله ان انا مش قادر انام يعني، انت جايباني قبل الفطار بساعه فمش قادر بقى ان انا طب ممكن تقولي للناس من غير ما تعرف مكان الكاميرا كل سنه وانتم طيبين وخلاص عشان ما تعرفوش؟ لا والله يا حسين حبيبي يا حسين. ايه يعني؟ خلاص انا مش هبص للكاميرا، انا هقول للناس كل سنه وانتم طيبين. ده اول فيديو يعني نعمله في رمضان. مش عارف مكانه يعني؟ لا انا مخبيها بصراحه. كل سنه وانتم طيبين. ده اول رمضان نطلع فيه سوا، وده اول مقلب في رمضان. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو سبسكرايب للقناه. انت حاطه الكاميرا عندي ولا؟ مش هبص للكاميرا عشان ما تعرفش هي فين. ودعوا لنا دعوه حلوه، ودعوا لنا ان ده يكون اخر رمضان لينا في بيت اهلنا يعني، والسنه الجايه نبقى في بيتنا ان شاء الله. ماشي. قولي للناس بقى كل سنه باي باي يا حسين. كل سنه طيبين. باي باي. مع السلامه.